يعني من أخطر المستجدات هو تغيير البنية الديمغرافية بشمال سوريا، وطبعا عم نحكي بالعراق. السبب انه اردوغان بالخطة الجديدة عم بيحاول يزرع عند العقول انه هو بده يعمل إعادة آمنة للاجئين السوريين إلى طبعا شمال سوريا، لكن الهدف الأساسي على ما يبدو انه ادخال أكثر من 3 ملايين شخص عندهم يعني ثقافة مختلفة، وهو من خلال هيدا الإدخال بده يعيد طبعا التغيير الديمغرافي الخطير بالمنطقة. وطبعا هو عم يتحجج أنه هي أرض آمنة بدها تكون، وبده يمنع تسلل الإرهابيين، وبالوقت اللي هو عم بيعمل جدار اسمنتي عنصري، وهو أكبر جدار، ثالث أكبر جدار بعد سور الصين العظيم، وعم نحكي طبعا عن السور بين أمريكا وبين المكسيك. لما عم بيعمل هالجدران العازلة، وأنا شفتها بزيارتي لشمال سوريا لما كنت بال 2018، وعم يحكي عن منطقة آمنة، وعم يحكي عن تغيير ديموغرافي، وعم يحكي اليوم بحجة يعني حماية أمنه القومي سيقوم بالهجمة الخامسة من العملية اللي عم يعملها، هي من أخطر ما يكون بالمنطقة. وهيدا الشيء طبعا الإعلام العالمي غافل عنه بسبب أنه هو ملتهي بالأزمة الأوكرانية الروسية، وبذات الوقت أردوغان مطالب بموافقة السويد وفنلندا ليفوتوا على الناتو، فعم بيعمل نوع من التسويات لحتى يعمل اللي بده إياه بشمال سوريا ويعطيهم اللي بدهم إياه. عم نحكي طبعا فيما يخص الناتو. فمن هون هي دعوة واسعة للنسيج الكردي العربي لمواجهة الأطماع التركية. عم نحكي اليوم عن استعمار جديد، شفنا شو صار بعفرين، شفنا المخيمات اللاجئين، شفنا التعاطي، شفنا العنصرية التركية. هيدي المنطقة هي أرض أيضا عربية، فمن هون عم نحكي نحن إدارة ذاتية وأرض عربية. يجب أن يتحد الأكراد مع العرب، وخصوصا عم نحكي مع الدولة السورية لمواجهة الأخطار الكردية، وكمان دعوة كبيرة لعدم الرهان على الخارج، لأنه المصالح الأمريكية التركية، المصالح القطرية التركية طبعا، وعم نحكي على مصالح أوروبا، بالآخر ما بيهمهم لا الديمقراطية ولا حماية شعوب ولا حقها في الحياة ولا حقها في المساواة. تمييز، تهميش، إقصاء إذا أخذوا مصالحهم. فهي دعوة مجددا لنرجع نعمل حوار كردي عربي جديد، انطلاقا من حماية أنفسهم وأراضيهم ومواردهم من الاحتلال التركي. طبعا أنا شفت المقاتلات الكرديات اللي بحب وجه لهم تحية كتير كبيرة، صبايا عم بيقدموا، عم بيضحوا، شباب صغار بالعمر عم بيواجهوا من أجل تحرير أراضيهم، ومن أجل طبعا يعني حقهم اللي أعطاهم إياه ميثاق الأمم المتحدة، حق الشعوب بمقاومة المحتل وبتحرير الأراضي. لكن اللي بدي أقوله من هون، الإعلام للأسف الغربي ما بيضوي على هالقتال الشرعي من اجل تحرير الارض، انما بحطهم وبيصنفهم على انهم ارهابيين. اليوم عم نحكي عن قائد عبد الله اوجلان الموجود بالسجون التركيه، حد ادنى من الحقوق، عم نحكي القانونية الإنسانية بمقابلة العيلة، بالطبابة، بالتعبير عن رأيه، ممنوع. ليه؟ ممنوع أنه يكون في تقرير للمصير. عم نحكي طبعا فرنسا، جورج عبد الله ما زال محتجز بالسجون الفرنسيه واقدم سجين بالسجون الفرنسيه. عم نحكي عن عبد الله اوجلان. اليوم عم نحكي عن منظومه عالميه ما بهمها الشعب، ما بهمها حقه بالحياه. انا بقول اللي عم يعملوه الشباب هو افضل ما يكون، لانه اليوم اذا بده ينطروا حدا يحررهم، ما حدا رح يحررهم بالمعادله الاقليميه الدوليه اللي عم نحكي عنها. ما حدا بيحررهم الا دمهم ومقاومتهم وقدرتهم على الصمود.